الدوري في برشلونة، مباراة كبيرة انتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد 4-3، كلاسيكو الأرض كالعادة. مباراة كبيرة بين الفرقتين، ولا ايه رأيك يا جيمي؟ اه طبعا مباراة كبيرة جدا، والكلاسيكو الرابع لبرشلونة الفوز على التوالي. هنبتدي معاكم الماتش بالتشكيلات. تشكيل برشلونة: تشيزني في حراسة المرمى، باك رايت إيريك جارسيا، قلوب دفاع كوبارسي ونيجو مارتينيز، باك ليفت باك ليفت جيرارد مارتين اللي بيلعب مكان بالدي المصاب. جيرارد مارتين كان عامل ماتش انتر حلو قوي. في نص الملعب كالعادة ديونج وبدري، قدامهم اولمو، على اليمين لامين يامال، وعلى الشمال رافينيا، وراس حربة فيران توريس. 4-3-3 تقريبا 4 تشكيلة 3 الفريق. اه. طبعا ريال مدريد بيلعب نفس الطريقة، كورتوا في حراسة المرمى، جارسيا ناحية الشمال، وتشاوميني واسينسيو، وناحية اليمين فاسكيز. بيلعب بثلاثة خط وسط: سيبايوس، بيلينجهام، وفالفيردي، وثلاثة قدام: مبابي راس حربة، وناحية اليمين اردا جولر اردا جولر اللاعب التركي اللي هو كان فيه شك هو اللي هيشارك ولا ولا ابراهيم دياز. ابراهيم دياز، اللي هو نزل مكانه في الشوط التاني. وناحيه الشمال فينيسيوس جونيور. طيب، المباراة بدأت أحداثها سريعة سريعة لسه. جدا اه. بنقول بسم الله. الدقيقة الخامسة، كورة خطأ كالعادة من دفاع برشلونة. خطأ من رجع الكورة، كوبارسي، رجع كرة لتشيزني، امبابي امبابي ورطه دخل في ورطه في ضربة ضربة جزاء جزاء. الحكم متأكد من من تقنيات الفار. الفيديو وحسبها ضربة جزاء، ومبابي بيدخل يحطها وبيسجل الهدف الأول لريال مدريد. المباراة بتبدأ مثيرة. المباراة بتبدأ مثيرة. بعد كده بعديها على طول ب10 دقايق تقريبا او ب9 دقايق امبابي الجون التاني. بلينجهام اعتقد بلينجهام على طول. بلينجهام عطاله ثرو، راح انفراد. وطبعا نفس الخطأ وطبعا اللي نفس بيقع فيه دفاع الخطأ. برشلونة في ايوه مباراة انتر ومباراة سيلتا فيجو، اللي الدفاع هو ضربة مسدس المتقدم التسلل أو الدفاع والدفاع المتقدم. المتقدم وضرب مسدس تسلل، بس المره دي ما طلعتش تسلل. والجون فينيسيوس التاني جونيور بقى اللي لعبها له. لا فينيسيوس اعتقد ده بلينجهام. فينيسيوس جونيور عمل الجون التالت اعتقد. الجون التاني اعتقد بلينجهام. بلينجهام لعبها بلينجهام لعبها لمبابي، ومبابي راح انفراد وجابها الجون التاني 2-0 لريال مدريد. وطبعا احنا عارفين كالعاده صح. برشلونه متعود على باله، واخد باله صح. كام ماتش طبعا كريم متعود على السيناريو دوت، يخش خير فيه دليل جونين على في كده مباراة الاول. الانتر ومباراة اتلتيكو في مباراه الكاس اتلتيكو في ومباراة الكاس سيلتا فيجو. ومباراه سيلتا اللي فيجو. بيقول المباراة اتحسمت، لا، اللي متابع برشلونة السنة دي عارف ان المباراة لسه ما اتحسمتش. وفعلا قدر برشلونة بكرة ثابتة. اخيرا برشلونة استغل الكرة الثابتة، وكرة عرضية من ناحية الشمال. قدر جارسيا ايريك جارسيا في يجيب خطأ في تمركز الهدف لعيبة ريال الاول. مدريد. خطأ غريب سايبينه لوحده، دخل كده من وسط المدافعين وحطها. كورتوا ما قدرش يعمل لها حاجه ويسجل الهدف الاول. المباراه ترجع تاني لبرشلونه. وتخيل بقى احمد ايريك جارسيا دوت جايب جونين بس في الدوري، والجونين بايه؟ براسه. صح. يعني جايب جونين والجونين براسه. صح. فالكره دي طبعا رجعت تاني برشلونه في المباراه، وفتحت تاني المباراه على كل التوقعات. بعديها قدر بدري ياخد كوره من خط الوسط ويستحوذ على الكوره، ودخل عليه لاعبين ثلاثه من ريال مدريد، لكن هو باختطار لعبها ليمين لا يامال. لا، اول لفران توريس، بعد كده فران فران توريس توريس. لا لا لا، لامين يامال فاضي لوحده. لامين يامال بقى، تعال نتكلم على لامين يامال. لامين صح. يامال حطها في البعيده. بتفكرك بمين دي؟ حاجات روبن بقى، لا حاجات حاجات روبن. بقى ميسي بقى، اه. ميسي بقى خليفه ميسي ده. اه. لامين يامال ده خليفه ميسي. الحاجات دي بتفكرني بصراحه بميسي، انا بعشق ميسي. الحاجات دي طبعا. بتفكرني طبعا. بميسي. وجون وراح جاي لعيب عنده لامين يامال 17 سنه يعمل كده 17 طبعا، سنه يعني وكسور، اه. وداخل على 18 يعمل كده، دي حاجه جامده جدا. وهدف التعادل بعديها سبحان الله، بعديها بدقيقه اللي حصل طبعا الجون الثالث الجون التالت لبرشلونه على لبرشلونه طبعا طول. خطأ خطأ غريب. من فاسكيز. فاسكيز دخل في مبابي، دخلوا على بعض الاثنين، ف خدت لا لا لعيبه لا، برشلونه. الجون ايوه صح، الجون الجون التالت. الثالث اه اه. اه فخطأ اخدوها لعيبه برشلونه، لعبوها ناحيه الشمال بسرعه عند طبعا لا، بدري لعب ثرو حلو قوي لرافينيا. رافينيا طبعا. ولوكاس فاسكيز كان فاتح شوارع، انت اه لاحظت كالعاده، يعني شوارع في كالعاده ناحيه كالعاده اليمين ريال كالعاده من اول مدريد. الموسم يعني. خصوصا في النص الثاني من الشوط الثاني بدات الحته دي تظهر ان في مشكله في ناحيه اليمين في ريال مدريد. فكره اتلعبت من رافينيا، لعبها لفرنان توريس. فرنان توريس لعبها له تاني. لا ده الجون الرابع، انت بس اه. بتتلخبط يعني الجون بس عشان كتير يا جون جماعه، كتير. معلش اعذرونا. الجون الثالث اللي مبابي دخل مع سيبايوس في نص الملعب، راحت لبدري اداها سرور رافينيا، الجون الثالث. صح. بعد الجون الثالث النتيجه بقت 3-2. برشلونه عمل ريال الريمونتادا مدريد بتاعته راح كالعاده. ريال مدريد راح بكوره راح بكره اتحسبت اوفسايد في الاخر. الكره اللي قالوا اتحسبت فيها ان الشك ضربه جزاء، ضربه وهي في جزاء. الامانه ضربه كده جزاء كده. لمبابي، بس اعتقد ليه مش ضربه جزاء يا احمد، فعلا صح؟ صح مش اعتقد ضربه مش ضربه جزاء. جزاء، حتى يعني كان الحكم ما حاول حسبش مبابي. اوفسايد، ما كانش هتبقى ضربه جزاء. وكان مبابي حاول يلبسها صح. ديونج يعني. بس الحكم ما حسبهاش، وتصبح برضو ترجع النتيجه زي ما كانت 3-2. طيب بعد كده بعد في الدقيقه كده 44 الجون الرابع. نفس الطريقه. برشلونه نفس الطريقه. فاسكيز مع الكوره، رافينيا دخل عليه اخدها منه. اه. رافينيا راح جاي باصيها لفران توريس، فران توريس رجع توريس له تاني، رجع له والجون تاني. الرابع و4-2. طبعا شوط مثير شوط بكل مثير، الاحداث. رافينيا احنا جاب كده جونين. بنتكلم، خلي بالك، عن الاجوان. يعني تقريبا اتكلمنا عن الاجوان بس، احنا مش ملاحقين احنا نتكلم مش عن الاجوان ولا ملحقين الفرص ولا الماتش. الانذارات.
الماتش كان فيه احداث كتير قوي لوكاس فاسكيز دول هم اسوأ لاعبين في ريال مدريد في الشوط الاول. طبعا. تشاوميني رافينيا ولوكاس بس عايز اقول معلومه، رافينيا الجون ال 18 ليه في الدوري، رقم عالي جدا. رافينيا السنه اللي فاتت الناس كانت عايزاه يمشي من برشلونه، صح. السنه دي متالق جدا ومرشح فريق جاب اكتر من 90 جون يا جيمي برشلونه طبعا. لا وبعدين رافينيا السنه دي انا رشحه للبالون دور بصراحه. في بقى كلام بيتقال هو او لامين يامال او لعيبه بصراحه يعني ومعاهم ديمبلي برضو، لو باريس اخذت دوري الابطال لسه طبعا هيبان قدام. فكده الشوط الاول خلاص 4-2، الشوط الاول خلاص 4-2. الشوط الثاني كل كان متوقع ان برشلونه يبدا ينزل يستحوذ على الكوره كطبيعه لعب برشلونه، وريال مدريد طبعا المفروض هو مهزوم نفسيا بسبب النتيجه بتاع الشوط. والماتش كان هادي يا احمد، يعني الماتش الثاني كان هادي يعني. بدا يهدى طبعا بسبب المجهود البدني الكبير، وبعدين كان في تغييرات يعني في الدنيا هدت ريال مدريد نزل مودريتش في الشوط الثاني مكان ونزل بريم دياز سيبايوس عشان يقدر يظبط نص الملعب شويه، وبريم دياز نزل مكان جولر اللي هو ما كانش باين خالص في الماتش، صح. فبدا ريال مدريد يمسك كوره نوعا ما، يعني الماتش كان وتغييرات من برشلونه بقى، بالدي نزل وكريستنسن نزل وتغييرات من برشلونه يعني، وكوبارسي طلع وبتاع. اجهاد طبعا بدري اثر على في الدقيقه 70 امبابي يجيب الهاتريك، رجل المباراه الاول من جهه ريال مدريد، صح. فينيسيوس جونيور اللي عامل مباراه سيئه اصلا عطاها له هو طبعا، بس الكوره سهله في كوره عاديه برضه لو خدت بالك لعبها، بس فينيسيوس لعبها بالعرض، كريستنسن عمل اخدها منه، حتى جماهير مدريد كلها غضبت منه، بس طبعا بعديها كوره كانت سهله فطبيعي عاملها ناحيه مبابي والجون الهدف الثالث. هاتريك لمبابي دي حاجه جامده جدا. كده عدى ليفاندوسكي عدى ليفاندوسكي في صداره الهدافين ب 27 هدف، صح. بقى صداره الهدافين. ايوه المباراه رجعت تاني في الملعب، وريال مدريد كده خلاص على بعد جون ان هو يجيب التعادل، ولكن وكان في تغييرات كتير قوي من الفرقتين يعني عامه، بس اهم تغيير منهم كان الشاب مونوز. لا الشاب مونوز بتاع ريال مدريد اول ما نزل بعديها بدقيقه راح انفراد، تقريبا مش فاكر قوي، بس تقريبا تشيزني طلعها، لا طلعت فوق العرض. ايوه. فبعد كده وبعديها كورنر، صح كورنر ريال مدريد، وامبابي تدخل في الكوره وما لمسهاش، الحق القائل ما لمسهاش، ولكن اثر على رؤيه تشيزني للكوره، فالحكم بعد رجوع لتقنيه الفار لغاه، وبرضه فضل النتيجه 4-2 لحد اخر 10 دقايق في المباراه. ويستمر امبابي برضه، يعني امبابي كورتين اوف سايد، امبابي جايب هاتريك، امبابي اللاعب الوحيد فرقه برشلونه لا امبابي اللاعب الوحيد بصراحه كورتوا شال كام كوره من لامين وشال كام كوره من جيرارد مارتين وبتاع. فالشوط الاول المباراه قلنا خلاص يعني في الدقيقه 95 في الدقيقه 90 بقى في الدقيقه 95 كمان فيرمين لوبيز راح بمجهود فردي مع كان الكره على الاوت مع فالفيردي، كانت كره غريبه جدا مع فالفيردي، ده ياخدها وده ياخدها، ده مش عارف ياخدها، لكن هو خدها فاخدها وعدى من كذا لعيب، الكره خدمته وعدى من كذا لعيب وجابها جون، وبعد ما فرحوا كاتالونيا فرحت وكل الناس فرحت وفليك جرى وبتاع، فراح جه الحكم في الاخر لغى لهم الجون عشان كانت لمسه يد، بس اعتقد كان لمسه يد على فيرمين، لمسه يد فعلا، لمسه يد على فيرمين. طبعا الفار بيقتل فرحه اللاعبين، ولكن كده احنا عارفين برشلونه كده بنسبه 90% كان حسم المباراه، كان خلاص فاضل دقيقه، وفعلا الجول اتلغى، وبعديها بدقيقه صفر الحكم ينهي المباراه المثيره، مباراه من كوكب تاني، فعلا فرقتين بنتكلموا عن اعتقد كده برشلونه اخذ الدوري، صح؟ فاضل 3 ماتشات وفرق 7 نقط 90% خلاص يعني، اعتقد كده اخذ الدوري، فاضل له نقطه، واللي يكسب معلش ريال مدريد رايح جاي فيستحق الدوري، فريق جاب 90 جون على مدار الموسم، عنده اخطاء دفاعيه، وده اللي اثر عليه في دوري الابطال يعني. صح. برشلونه سبب خروجه من دوري الابطال حاجتين، الاجهاد البدني اللي هو بيلعب في الدوري الاسباني، واحد من افضل لا ما يعني خلينا بس اقول لك حاجه، ما الاجهاد البدني ده بيجي من ايه؟ من الدفاع المتقدم اللي هو بيلعب بيه، هو بيلعب دفاع متقدم، بيلعب دفاع متقدم، يعني اللعيبه الهجوميه مساعداه نوعا ما، بس طبعا محتاج يدعم صفوفه ب3 4 لعيبه مدافعين يقدروا يلعبوا بالطريقه دي، مش 3 4 2 3 بس هو ممكن، بس السنه الجايه بس فليك اللي هو ايه الريسك اللي هو بياخده دوت، الدفاع المتقدم قوي دوت يقل شويه يعني، بس يقل شويه يعني، ممكن الريسك اللي هو بياخده في الدفاع المتقدم يقل شويه، بس برشلونه طبعا هنتكلموا كفرقه هجوميه، بس على فكره في رقم مهم جدا لفليك كسب 4 كلاسيكو ورا بعض يعني من بعد الاول عادل رقم جوارديولا، عادل رقم جوارديولا يعني، جوارديولا قبل كده عامل 4 كلاسيكو، بس جوارديولا قعد 4 سنين في برشلونه، من اول موسم لفليك كسب 4 كلاسيكو ورا بعض، فده رقم كبير جدا جدا. وبصراحه انا على مدار الموسم يا جيمي برشلونه يستحق فعلا بطوله الدوري الاسباني، فريق يعني يستحق دوري وكاس، وبصراحه ريال مدريد برده ما يستحقش حاجه بصراحه السنه يعني النهارده ريال مدريد ما عملش مباراه سيئه، بس ريال مدريد يعني السنه دي بصراحه انشيلوتي خلاص جاب نهايته، وسمعنا اللي تشابي الونسو هيجي الموسم الجاي، فان شاء الله هنشوف موسم كويس. فليك طبعا هيبقى خلاص عمل استقرار لبرشلونه، وتشابي الونسو هيجي معنويات جديده، عايزين يفرقه، عايز يخلي ريال مدريد يرجع ينافس ثاني على دوري الابطال والدوري، فهنشوف ان شاء الله السنه الجايه موسم قوي، نقدر نقول مباراه ممتعه، مباراه مثيره، مش هنشوف زيها كتير،
في نهايه الفيديو تحب تقول ايه يا في جيمي؟ نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير والكومنت و ان شاء الله نشوفكم. وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات الأول، بس تخيل برشلونه يفوز. علشان نشارك الجماهير. قال يستاهل برشلونة الفوز بالدوري والفوز بالكاس، وريال مدريد يحلوا له إن شاء الله للسنة الجاية. وشكرا.